هو ايه المشكلة لو ما بتصليش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة انا حابب اتكلم معاكم عن موضوع في غاية الاهمية، وايه المشكلة بجد لو ما بتصليش، ويعني ايه صلاة اصلا، وليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نصلي. فانا بعتذر ان الفيديو ده هيبقى طويل شوية، بس بجد هيفيدك تعرف الصلاة من منظور تاني خالص، وهيفيدك تعرف شوية حاجات عن الصلاة انت ما كنتش تعرفها. فاول حاجة كده تعالى نتفق اتفاق. اول حاجة لازم نتفق عليها ان ربنا سبحانه وتعالى مش مستفيد ولا هيفيده اي حاجة ان انت بتصلي، ولا هيضره اي حاجة من تركك للصلاة. فاول حاجة لازم تعرفها ان اول المنتفعين بصلاتك هو انت، واول المتضررين برضو بصلاتك هو انت. طب يعني ايه صلاة؟ الصلاة جاية من كلمة صلة او قرابة، هي صلة بين العبد وربه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة عشان يبقى فيه قرابة بين العبد وربه، وقت ما تضيق بيك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذا حزبني امر فزعت الى الصلاة، يعني ما راحش يصلي، لا ده انا طلعت جري على الصلاة على طول. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة ان هي تكون علاقة بين العبد وربه. زي مثلا اقول لك ايه اللي بيربط الاب بابنه ولا الام بابنها؟ هتقول لي في حاجات كتير، بس اهمهم خوف الاب او الام على عيالهم، ولله المثل الاعلى. طبعا ربنا جعل الصلاه عشان تبقى علاقه وقربه وصله بين العبد وربه. طب انا دلوقتي بستفيد ايه لما اصلي ولا اعمل حركات الصلاه؟ السؤال هنا الاهم هو انت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ بتعبد ربنا سبحانه وتعالى من انه منظور؟ بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عشان خايف من عذابه ولا عشان بترجو رحمته؟ فعشان كده في ناس هتقول لي ان هي بتعبد ربنا سبحانه وتعالى لانه الرحيم، وشايفه ربنا سبحانه وتعالى من منظور الرحمه المطلقه، انه مهما يعمل ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له وهيدخله الجنه. وفي ناس شايفه ربنا سبحانه وتعالى من منظور ان ربنا سبحانه وتعالى عذابه شديد وممكن يبطش بيه في اي لحظه، فهم بيتمنوا بس ان ربنا سبحانه وتعالى يبعدهم عن النار ويدخلهم الجنه. فانت اكيد شخص من الاثنين دول. طب السؤال هنا، انت بجد شايف ربنا سبحانه وتعالى رحيم وقد ايه رحمته عظيمه وخايف ترجع لربنا سبحانه وتعالى ولسه بتفكر نصلي ولا ما نصليش لمجرد بس انك عملت ذنوب كتيره؟ طب بتظن في ربنا سبحانه وتعالى ظن وحش وانت عارف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى لو رجعت له هيقبلك؟ ولا انت شايف ان ربنا سبحانه وتعالى عذابه شديد وقد ايه ممكن يبطش فيك في اي لحظه ولسه بتفكر انا اصلي ولا ما اصليش؟ انا مش بكلمك دلوقتي في حكم الاسلام في اللي ما بيصليش، لان انا متاكد مليون في الميه ان مفيش واحد مسلم مش عارف ان تارك الصلاه كافر، مفيش واحد مش عارف ان من ترك فرضا واحد بس حتى خروج موعده العلماء اختلفوا ده فاسق ولا منافق. فعشان كده مهما عملت من الذنوب، سواء سرقه بقى، سواء زنا، سواء شتيمه، سواء اي ذنب عملته، خلي في باب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مهما عملت ترجع له بيه، لان دي حاجه بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى، حاجه بتشدك كده مهما عملت بتشدك كده ترجعك لربنا سبحانه وتعالى. فدايما خلي باب مفتوح بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وهو الصلاه، اوعى تقفله، لانك مهما عملت من الذنوب هو ده الحاجه الوحيده اللي هتكفر عنك سيئاتك. مهما عملت من الذنوب الباب بتاع الصلاه ده هو اللي هيكفر سيئاتك، وهو اللي اول حاجه هيحاسب عليه العبد يوم القيامه. فانت متخيل اول ما تيجي يوم القيامه تحاسب عن الصلاه تلاقيها فاشله؟ فانت كده ضعت. ارجع يا صاحبي لربنا سبحانه وتعالى واوعى تقفل باب الصلاه، خلي باب الصلاه مفتوح بينك وبين ربنا. كل ما الشيطان يجي يضحك عليك ويقول لك انت ليك نفس تقف قدام ربنا، ليك نفس تصلي بعد كل اللي انت عملته، اضحك عليه وقول له ليه يا نفس، اضحك عليه وقول له مالكش دعوه، دي حرب بينك وبين الشيطان، اوعى الشيطان يطلع كسبان فيها، اوعى تطلع خسران، لان لو خسرت هتخسر كتير. مهما عملت من الذنوب ومهما اذنبت ارجع لربنا سبحانه وتعالى وخلي باب الصلاه مفتوح. لو اذنبت دلوقتي روح صلي، لو عملت ذنب كبير روح صلي، مهما عملت اوعى تبعد عن الصلاه، لان الصلاه الحاجه الوحيده اللي هتقربك من ربنا سبحانه وتعالى، هي الحاجه الوحيده انك لو قلت لربنا سبحانه وتعالى يا رب انا جيت لك، يا رب انا ما قفلتش الباب بيني وبينك، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وما لتاني يمشي اتيته هرولا. انت متخيل قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رحيم وهيقبلك؟ بس انت اوعى تقفل الباب بينك وبينه. ومن عظمه ربنا سبحانه وتعالى انك اول ما ترجع له وتتوب ربنا سبحانه وتعالى بيبدل ذنوبك كلها حسنات. انت متخيل تبقى عامل كم ذنوب كبير وربنا سبحانه وتعالى يبدلهولك حسنات في لحظه؟ فانت بتتعامل مع رب رحيم، اوعى تقطع الصله بينك وبينه. انا مش جاي اكلمك في حكم شرع ولا جاي اكلمك في حكم دين، انا جاي اقول لك انت ليه بتقطع صلتك بينك وبين ربنا؟ ليه؟ قد ايه انت مذنب، قد ايه انت عامل ايه؟ اوعى تقطع الصله بينك وبين ربنا، ارجع له دلوقتي وقول له يا رب انا رجعت لك، عمري ما هبطل صلاه تاني. اوعى تبطل صلاه، لان الصلاه دي هي حياتك، خلي صلاتك دي حياتك، مش عارف تعيش، مش عارف تعمل اي حاجه الا لما تصلي، وصدقني ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك مهما عملت. بس كده،
ما تنساش تصلي على النبي. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا رب سببا لمن اهتدى. سلام.